السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الاهلي والجولة في أمسية رمضانية. النادي الاهلي قدم مباراة كبيرة فنية. مباراة كانت غنية هجوميا ولكن فقيرة تهديفيا. فاز النادي الاهلي ب 1-0. الهدف اللي احرزه امام عاشور من عرضية وهدية من بن شرقي، كورة بالملي متر يقطع لها امام على العين البعيد يحطها براسه، تصويبة من دماغه لا تصد ولا ترد في المقص، لتعلن عن اول اهداف النادي الاهلي. امام عاشور النهارده ضيع، كان ممكن يحرز هاتريك بكل سهوله. النادي الاهلي ضيع كور كتير، بن شرقي لحسين الشحات لقامش، ده اللي مش عارف انا ايه ظروفه. قامش ده انا مش هقارنه بوتر بواليا طبعا، ولا حتى كوتي مانسا لو انتوا فاكرينه، ولا حتى فرانسيس، ولا ده حتى الحاج رضا الويش عنده بتاع 50 سنه ولسه بيعافر وبيسافر وبيروح وبيتحرك. في ايه يا عم قامش؟ انت جاي تعمل ايه؟ جاي تشيل معاك؟ لا يا باشا، انت تخلص اعارتك تاخد شنطه هدومك تطلع على فريقك عادي، اللي يدور على مهاجم تاني في الانتقالات الصيفيه. لجنه الكوره بتهزر في التعاقدات بالذات في مركز المهاجم من بعد وسام ابو علي مفيش. قلنا الاهلي ليه ضلته خلاص بعد لما ليه وسام ابو علي في المهاجم، لكن الاهلي ما عرفش يحافظ على وسام. بعد كده يقطع، لا نشوف مهاجم مصري احسن طالما الاجانب اللي بتجيبوهم كلهم بالشكليه دي. على العموم النادي الاهلي كسب النهارده، عمل مباراه كبيره. اللي عايز اتكلم عليه والنقطه واللي قلت صفقه القرن للاهلي او افضل صفقه عملها الاهلي اخر 10 سنوات او ما بعد علي معلول، هو صفقه بالعمري. وقفل على كده. العمري بسم الله ما شاء الله، لاعب متكامل، هجوميا، دفاعيا، لاعب ما عندوش مسباص، لاعب بيطلع الكره من رجله صح، مباراه زي ما الكتاب بيقول. لمسته حلوه، بيرجع بيغطي في العكسيات. لاعب يعني بيديك تقل، لاعب بيطمنك في الحته دي. آه، مان تو مان بيعدي، مان تو مان صعب تعدي منه برضه في الحته الدفاعيه. يعني انا بشكر العين اللي جابت بالعمري، واتمنى ان الاهلي بعد نهايه الموسم يعدي العقد بالعمري ويطول المده اكتر، لان اللاعب ده هيفيدنا وهيكون افضل بديل لعلي معلول. الاهلي طبعا بيه في المركز الثاني خلف سيراميكا كليوباترا مؤقتا. ان شاء الله بعد مباراه الزمالك و بيراميدز اللي هيلعبوا النهارده، هنشوف بقى هيفضل الاهلي في الثاني ام سيتراجع للمركز الرابع. الدوري المصري مشتعل. فضلا منكم يعني، الناس بتشوف الفيديوهات ومحدش بيعمل اشتراك القناه وكده. دعمونا فضلا وليس امرا، ورمضان كريم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.